السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، مرحبا بكم وألف ألف مرحبا. مرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة اللي من خلالها غنحاول بما أمكن أننا كما جرت العادة كنحاولوا أننا نناقشوا بطريقة بسيطة مبسطة ديال المواطن المغربي بسيط كيناقش بعض الأحداث اللي كاينة في الساحة الدولية، وخاصة تلك اللي عندها علاقة بهذا البلد الأمة، هذا البلد الشريف، المملكة المغربية الشريفة. لماذا أقول دائما أنها مملكة مغربية وشريفة؟ لماذا؟ لأن كل من يعاديها سقط. كل من يعادي المملكة المغربية الشريفة سقط في عدائه، و تم فضحه أو فضح أمام العالم. آخرهم بشار الأسد. بشار الأسد يعادي المغرب، والعداء للمغرب يأتي عن طريق دعمه للمرتزقة البوليزاريو، دعمه للمغرب لم يزد المغرب إلا صمود. في المقابل زاد بشار الأسد وسوريا الأسد زادها إلا دمارا وخرابا. ملي تنقول هاد الهضره انا ما كنتشفاش في شنو وقع في سوريا، حاشا. الشعب السوري كنا كنصادفوه في جميع الازقه والشوارع في المغرب. الشعب السوري نكن له الاحترام الكبير. الشعب السوري تعيش معنا من 2011 للان، اكثر من 13 سنه تقريبا. بناو حياتهم في المغرب، بناو مستقبلهم في المغرب، احتضنهم المغرب، اعتبرناهم شعب بحال اي واحد مغربي. اعتبرنا دوك الناس كمغاربه بحالهم بحالنا، ما اعتبرناهمش لاجئين في الوقت اللي بعض الدول كانت كتجعلهم وكتستفهم وكتجمعهم في مخيمات للبرد والشتاء كطيح عليهم الثلج. وبعض الدول من العالم الاخر وخاصه دوله الجزائر كانت كتهزهم وكتحطهم في الصحراء، كتهزهم وكتحطهم في الحدود. كاين فيديوهات تيسيركوليو اللي كيكونفيرميو هادشي اللي كنقول. كانوا السوريين اللي هربوا من جحيم الحرب في سوريا لقاو حرب اخرى نفسيه، ولقاو اضطهاد في الجزائر، ومساكن هربوا وجاو للمغرب. من وصلوا للمغرب لقاو رساله مفتوحه من صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي قال للشعب ديالو حاولوا انكم، قال ما نحتاجش نوصي الشعب ديالي انه يلطف بهاد الناس مساكن اللي هربوا من الحرب. فاذا بهم وجدوا في المغرب ما لم يجدوه لا في سوريا لا في اوروبا لا في امريكا لا في دول متقدمه. الحمد لله. هذا هو البلد الشريف. البلد الشريف ان الناس اللي كتعاديه كطيح وهو كيزيد الفوق الفوق. الحمد لله. البلد الشريف ان من 2011 الان العديد من الدول اللي كتشوفوا الصور ديال الرؤساء ديالهم اللي كاينه هنا في لامينياتور اللي حطيت انا، غنحاول نحط لها فوتو، منهم القذافي، منهم هذا بشار الاسد، منهم رئيس اليمن، منهم حسني مبارك، منهم زين العابدين بن علي، منهم واخرون وقبلهم بومدين، وقبلهم جمال عبد الناصر، وقبلهم هادو كانوا بدرجات متفاوته يعادون المغرب بدرجات متفاوته. آخرهم اللي ما زال عندنا حاصل الآن هو تبون وشنقريحة ومن معهم. عندما أتحدث على تبون وشنقريحة فأوتوماتيكمون أنا أتحدث على تبون وشنقريحة والأذناب ديالهم. هاد الجوج هادو مازال مازال سارحين في الأرض. ولكن الغريب في الأمر انهم ما استفدوش من شنو وقع لبوتفليقه، شنو وقع لهواري بومدين، شنو وقع لجمال عبد الناصر، شنو وقع الاخرون، للقذافي الذي صنع معكم البوليزاريو. ما انتبهوش لهذا الشيء. ولكن الضربه ديال بشار الاسد كانت قويه على الكبرانات في الجزائر. الضربه ديال بشار الاسد وسقوط وهروب بشار الاسد كان عنده وقع خاص على الجزائريين وعلى حكام الجزائر وعلى كل من يعادي المملكة المغربية الشريفة في الجزائر. لماذا وقع خاص؟ أولا لأن
النظام الجزائري كانت عنده فرصه اللي ديما كان تيتملص من المسؤوليه ديال اللي سبقوه. كان اي حاجه الشعب الجزائري او العالم تيكرهها في الانظمه السابقه كان حتى هو تينكرهها وتيجي من عامه الناس، تيقول لك حتى هو يعني مع الرابحه، تيدخلش في الصراحات. ولكن مع بشار الاسد النظام الجزائري سي بوزيسيوني او بيان تموقع جنبا الى جنب مع نظام هجر وقتل الالاف ان لم نقل ملايين من السوريين، جمعه في صفو. مني كتعلن رسميا عبر وزاره الخارجيه ديالك وعبر جميع القنوات ديالك الرسميه وغير الرسميه وعبر الرئيس الجزائري وعبر الوزارات ديالك، كتعلن الدعم ديالك لنظام الاسد. تخيلوا معايا، والمصيبه انه كان يدعم نظام الاسد غير في هذه السيمانات اللي سبقوا قبل ما يطيح الاسد، يدعمه في قتل وتجويع وتفقير الشعب السوري الشريف. يعني تخيلوا معايا الموضع اللي حط فيه الجزائر، حط فيه نفسه. ما كانش كيظن نهائيا ان هاد الكسول ديال بشار الاسد غادي يطيح شي نهار. مني طاح بشار الاسد ما طاحش عادي، طاح في واحد رمشه عين بواحد الطريقه هستيريه بينات لنا باللي الناس اللي كيتحكموا في العالم مني عطاو لوتوريزاسيون باش يطيح بشار الاسد، طاح بشار الاسد بطريقه اخف من الريش. فالجزائر هنا علمت واستعقلت اقول وفهمت ان لا وزن لها امام القوى العظمى في العالم. اذا بغاو القوى العظمى في العالم اليوم يدوروا البوصول في اتجاه الجزائر ويقولوا الان نريد تقسيم الجزائر، فتبون وشنقريحه الا كان الاسد الوزن ديالو خفيف من الريشه واستطاعوا انهم يطيروه في ظرف 10 ايام او اكثر او بقليل، فان تبون وشنقريحه سقوطهم سوف يكون يعني في بضع ساعات، لان لا وزن لهم امام الشعب الجزائري، ولا وزن لهم في الجزائر، ولا وزن لهم خارج الجزائر. أتعلمون أن يعني بالدعم ديال روسيا وإيران في الوقت اللي كانت روسيا وإيران كانوا واقفين على الصح قبل ما تدخل روسيا في حرب مع أوكرانيا، وقبل إيران ما تفقد يعني السواعد ديالها في الشرق الأوسط، حزب الله وآخرون، كانت عندها قوة، عندها زعما عندها واحد منفوخة، بعدا كان عندها واحد منفوخة باش الله أعلم تما. ورغم ذلك بشار الأسد طاح، وطاح طيحة خايبة، تيسحب راسو راه هرب لروسيا، روسيا ما غتعقلش عليه، دون لو فيتور بروش ما غتعقلش عليه. تبون شنو عنده؟ شنو عندك تبون اللي غادي يخلي روسيا انها تونجاجا معاك وتحارب معاك الا وقع لك مشكل بحال بشار الاسد؟ ولا نتمنى ذلك، وانا كمواطن مغربي اقسم بالله العلي العظيم لا اتمنى شرا بالشعب الجزائري، ولكن الشر ياتي الشعب الجزائري من حكامه. تخيلوا معي، نحطك في الصوره سي تبون وسي شنقريحه، اذا وقع ما وقع في سوريا لا قدر الله، ولا اتمنى لذلك، لا اتمناه لاسباب عده. اولا كمسلم، ثانيا كانسان عاقل، الحرب لا تاتي الا بالدمار في جميع النواحي. ثالثا الشعب الجزائري ما تيستاهلش ما وقع في العالم، وقع في سوريا، وخاص الشعب السوري تا هو ما تيستاهلش داكشي. ورابعا تبون وشنقريحه ما يستاهلوش تنوض على وديتهم ثوره اقتتال، خفاف ما يستاهلش ان مش يموت على ودكم. اذا روسيا عارفه ان ما عندكمش قيمه، ما غاداش تونجاجا معكم باش تحميكم. كونوا على يقين ان روسيا عارفه ان الوزن لا هبه لكم، وانتم عارفين هذه القضيه هذه. علاش النظام الجزائري الان يتحسس راسه وعارف باللي القضيه حامضه عنده؟
الا كان بشار الاسد استطاع انه يكادري لا سيتوياسيون ديالو ويقادها في ظرف ديال 13 سنه وعاد يسقط، فان النظام الجزائري بحال في شي عش ديال العنكبوت، واهن يعني فريمون يعني ما عندوش، ما شاد في والو. الا عطى الراس لجيش ميريكان تصرفقو، خاصه في العهده ديال ترامب. الا مشى عند ترامب غيصرفقو، الا مشى عند فرنسا غتصرفقو، الا مشى عند اوروبا كاملين، الغرب كامل الذي لا يدعم الاسد، فغادي ياخذوا منه موقف ديال انك تدعم الاقتتال في سوريا وتدعم الاسد، اذا انت مع الحزب ديال الذي يدعم روسيا. روسيا والاسد وايران هما حلف بوحدهم، كانوا حلف. روسيا الاسد اتحدث، زيد عليهم الجزائر والبوليساريو. اذا تبون فين غيعطي راسو؟ القطر ما غتعقلش عليك. قطر فهمات بلي ما بقاش باغا تدخل في هاد الصراعات. فين غتعطي الراس السي تبون وشي شنقريحه؟ اين؟ روسيا ما مساليهاش ليك. لا يمكن روسيا انها تعاود تدافع على لان روسيا خسرت اوراق عده بدفاعها عن الاسد. ما يمكنش تزعم وتدافع عليك. تعلم علم اليقين ان الموضع استراتيجي ديال المغرب والقوه ديال المغرب غتمنع اي قوه في العالم انها تحط موضع قدم في الجزائر بطريقه سهله جدا. وهنا غير هذه الجمله اللي قلت خاصنا ليها تحليل، نزيدو نحلو نعطيكم شنو قصدت بالضبط. لان روسيا ودول اخرى يعلمون ان النقطه الاهم في شمال افريقيا ليست الجزائر، هي المغرب. والمغرب ليست بالحليف الرسمي لروسيا. يعني واخا تجي في الجزائر عندك مشاكل مع مالي، عندك مشاكل في الحدود مع النيجر، عندك مشاكل مع تونس، عندك مشاكل مع المغرب، عندك مشاكل مع موريتانيا. شكون هاد الدوله هذه اللي غتبغي تحط موضع قدم في الجزائر؟ الا كانت هاد الدوله غتبغي تدافع على عبد المجيد تبون وعلى شنقريحه، الا وقعوا لهم كيف ما وقع الاسد، اشنو غتستافد من الجزائر؟ حتى لا كانت باغا تستافد، لا استافدت من الاسد روسيا، استافدت كانت باغا مثلا تحط موضع قدم في الشرق الاوسط، كانت باغا تعاكس امريكا في الشرق الاوسط، كانت باغا تزيد دير واحد الانفتاح في الشرق الاوسط هي وايران، فسقطوا جميعا. روسيا نفسها لم تخرج الان من الحرب، ايران كذلك. ايران تعيش حرب نفسيه لان جميع الحلفاء ديالها سقطوا، بقاو جوج عندها، الجزائر والبوليساريو، الجزائر الجنوبيه والجزائر الشماليه، الجزائر تبون والجزائر بن بطوش، هادو اللي بقاو لايران. واش روسيا العظمى غادي تخلي المغرب وتخلي تونس وتخلي موريتانيا وتجي تشد في تبون وشنقريحه وتعاود زعما تونجاجا معاهم كيف ما تونجاجات مع الاسد؟ ورغم ذلك اخفقت في الاسد وقالت ان ما وقع في سوريا في هذه الاسبوعين فاجأ روسيا. تخيلوا معي، روسيا كتقول لك انا تفاجأت بالتخربيقه اللي وقعت في سوريا، فاذا بها يعني فشلت في سوريا. والفشل في الجزائر سهل، لان لا قيمه للنظام الجزائري باش يدافع بعد على نفسه ويهيئ لروسيا باش تدافع عليه. النظام الجزائري اليوم وتحت توصيات الشعب الجزائري، شفت فيديوهات مهمه وصريحه كانت من اعلاميين جزائريين، فيديوهات راه كاينين، انا غنحاول اني نحطهم لكم، يتحدثون ويطلبون من النظام الجزائري انه يرجع للوعي ديالو ويتصالح مع المغرب ويرجع للرشد ديالو ويحل المشكل اللي عنده مع المغرب الا بغى يهنا ويرتاح، لان المغرب هو اللي غيدافع على الجزائريين في اخر مطاف. اقسم بالله العلي العظيم، الحدود التي اغلقتموها في وجه النظام، في وجه الشعب الجزائري اللي بغى يجي المغرب، غيحلوها الجزائريين بايديهم. اذا وقع لكم ما وقع لسوريا، إذا وقع للنظام الجزائري، إذا ظل النظام الجزائري يعادي المغرب ويلعب بالنار ويعادي كل من يعادي إيران، اعلموا أن هنا
غادي يحطوكم نتوما في نفس الموضع ديال ديال سوريا، وغادي يتم التقسيم ديال الجزائر التي هي سهله التقسيم لانها فيها تندوف مقسمه اللي غيحاول المغرب انه يسترجع الصحراء الشرقيه ان شاء الله. وكذلك فيها الازواج، فيها القبيل، وفيها الجزائر حتى هي مقسمه لولايات، يعني لمدن الجزائر العاصمه. يعني نتوما مقسمين، نتوما واجدين للتقسيم. الا بغاو غير الا خداو لا ديسيزيون انهم يوصلوا عندكم، ساهل يوصلوا عندكم بلا ما يمروا لا على المغرب لا والو. المغرب ديك الساعه ما يلقى ما يدير. مد لكم صاحب الجلاله الله يشافيه ويعافيه، مد لكم يد الصلح سنين ما بغيتوش تسمعوا. مني غيوقع المشكل ما غيلقاوش، ما غيلقاش باش غادي كيفاش غيدير لكم حاجه وحده، ان الشعب الجزائري مسكين اللي غادي يهرب من ويلات الحرب اللي غيطيحوا فيها الشنقليحه وتبون غادي يجيو للمغرب ومرحبا بهم فقط. لان المشكل اليوم ما كاينش في، يعني ماشي شي مشكل زعما سهل عند الجزائريين، مشكل صعيب. شنو هو ان النظام ديالهم اعمى، نظام تيشوف غير حد نيفو ما تيشوفش بعيد، نظام بنى السياسات ديالو على العداء لجميع الدول التي تصطف الى جانب امريكا دول الغرب ودول يعني ذات قوه وهبه. نظام مشى بعيد مثلا في القضيه تاع البريكس، وتيوجه الدعوه لروسيا انه تيقول لها باغي ندخل البريكس وانا مستعد انني نتخلى على الدولار. فجاءه الرد من ترامب اللي قال ليه باللي اتونسيون تفكروا، يعني جميع الدول اللي كاينه في البريكس تفكر انها تنسحب من تخلى على الدولار كعمله. النظام الجزائري تيمول عن طريق او ايران تمول عن طريق النظام الجزائري، تمول بوليزاريو اللي زعل الفتنه في شمال افريقيا. هذا ما غيدوزها لكم حتى واحد، كونوا على يقين. النظام الجزائري اي دوله دخلت معاه في نقاش تيخونها وتيجعل منها يعني هدف ديال السب والشتم والتخوين وكذا والتهويد وما الى ذلك في جميع المنصات ديالو، جميع المواقع ديالو، من جميع المواقع ديالو. نظام تيهدد بالسلاح، هو اصلا ما تيصنعش السلاح. يعني انا بعدا اقسم بالله العلي العظيم اليوم في هذا النهار هذا تنقول انني فخور انني مغربي، وان الحاكم عندنا عنده واحد تبارك الله، يعني صاحب الجلاله نصره الله، كان عنده واحد الرزانه وعنده واحد بعد النظر اللي خلى هذه البلاد هذا في عز الازمات في ما يعرف بالربيع العربي، لاخر ورقه ما قبل الاخيره اظن طاحت هذه الايام. في عز هذا الشيء المغرب تطور وزاد القدام وزاد صودي ولا ملتحم الشعب والملك، التحام بين الشعب والحاكم ثبات تبارك الله شفناه. كان بامكان ان المغرب مني شاف ان بشار الاسد رجع للقمم العربيه ورجع تيحضر في الاعوام السابقه المنتديات ورجع تيسافر على برا ورجع، كان بامكان المغرب لو كان عنده نظر قصير كان غادي يطبع مع العلاقات ويرجع بحال شي حاجه ما طرات. ولكن هيهات المغرب تما كان واعر، المغرب عنده سياسه واعره. المغرب عرف باللي هذا الشيء اللي كيدير بشار الاسد هو رقصه الديك المذبوح، وأن المصير ديالو هو السقوط لا مفر. لماذا؟ لأنه يعادي المغرب ويعادي مغربية الصحراء. سقوطه يعني آت لا محالة. كذلك المغرب مثبت وما باغيش ياتاكي الجزائر في نابورت كي سوجي. لماذا؟ حتى يعرف باللي غدا ولا بعدو اذا استمر النظام الجزائري في سياسته الخارجيه بهذه الطريقه ناقصه عقل، إذا استمر بحال هكذا فإنه غادي بالجزائر إلى مكان يعني إلى جهنم والعياذ بالله. ولا أتمنى ذلك. أنا كمواطن مغربي أقولها أقسم بالله من القلب، من القلب. وأنا يعني أحترم الجزائريين بقدر احترامهم للمغرب، وأعادي الجزائريين الذين يعادون المغرب. أقول أنني لا أتمنى شرا بالجزائر، ولكن حكامكم يلعبون بالنار
التي سوف تحرق اليابس، الأخضر واليابس في الجزائر، إلا مشاو تبقاو غاديين في هذه السياسة الكسولة ديالهم. شكرا لكم الإخوة الكرام. يعني كان هذا تذكير لكل من يعادي المغرب على أن المملكة المغربية الشريفة في تطور وتقدم تحت الرعاية الرشيدة والسياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يا رب يشافيه، والجزائر وآخرون يلعبون يعني في مستنقعات يعني تؤذي الشعب قبل أن تؤذي ما يسمونهم هم الأعداء. شكرا لكم الإخوة الكرام، ما تنسوش أنكم تشتركوا معنا في القناة وتدعموها، وإلى اللقاء.